السلام عليكم. في بلاد الشام بيسموها فلافل، وفي مصر والسودان بيسموها طعمية، ولكنها أكلة مصرية أصيلة. هنعرف ازاي نعملها في البيت بأسهل طريقة. بس قبل ما نبدأ الفيديو هنجاوب على سؤال الحلقة اللي فاتت. فاكهة ذكرت في القرآن باسم الطلح المنضود كانت فاكهة الموز، والنهاردة هنسأل سؤال جديد: ما هي أطول آية في القرآن؟ وندخل على وصفتنا يلا. اول حاجه هجيب نص كيلو من الفول المدشوش، هنقعه لمده 12 ساعه من بالليل. هستخدم معاه بصلايه متوسطه وحوالي 5-6 فصوص توم وربطتين كرات، هغسلهم كويس جدا واشيل فيهم اي طين يا جماعه. وممكن نضيف عودين من الكزبره الخضراء. وهنجيب الكبه، هنحط الكمية حبة حبة لحد ما نخلصها ونفرمها كويس جدا. لو مفيش كبة ممكن نعملها في الخلاط ونضيف لها نص كوباية مية او ربع كوباية مية، ولو احتاجت نحط حاجة بسيطة علشان ما تفكش مني وانا بحمرها. هنا انا جبت الكبة وعملت الكمية دي يا جماعة بس، والباقي بحط الفول في الفريزر اكياس صغيرة على قد استخدامي، وباجي اطلعه بفكه في مية بيفك في اقل من دقيقتين. وبحط بقى برضو الكرات في الفريزر، باخد عودين مع فصين توم مع حلقتين من البصل. وبالنسبه لي دي اسهل طريقه في التخزين، اسهل من ان انا اعمل الكميه كلها واحطها عجينه واجي افكها اسيبها ساعتين 3. لا كده سهله جدا وممكن احضر الطعميه في اقل من دقيقتين. ما تنسوش يا جماعه لو انتوا بتستفادوا مني يا ريت تدعموني بلايك، وضيفوا صحابكم للصفحه عايزينها تكبر بيكم. هنا هضيف التوابل: كزبره وملح وكمون وشطه ورشه بسيطه من الفلفل الاسود. لما اجي اقلي الطعميه لازم اقليها في نار هاديه جدا في البدايه، ولما تستوي هعلي النار علشان تاخد لون حلو. وممكن كمان نعملها برجر ونحشيها جبنه، او نحطها في فينو وناكلها جنب الطماطم والبتنجان المخلل والجبنه القديمه. اهم حاجه هنضيف لها على طرف المعلقه بيكنج باودر او بيكربونات الصوديوم، حاجه بسيطه يا جماعه لانها بتعمل انتفاخات، فاحنا مش عايزين يعني ايه نتعب معدتنا. هقرصها لقراص صغيره جدا عشان هي هتنفش. وهحط لها سمسم ممكن حبه البركه. وبكده يكون عرفنا ازاي نعمل في البيت طعميه هشه ومستويه ومش مكتومه وما تتفكش مننا في الزيت. احفظوا الفيديو ده يا جماعة وجربوا الطعمية. يوم الجمعة نقوم الصبح كده ونبقى عندنا شوية نشاط ونجرب الطعمية في البيت، صدقوني مش هتبطلوا تعملوها في البيت تاني. انسوا الطعمية اللي من بره دي خالص. مع السلامة.